اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والرضا والمحبة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو أول مرة بتشوفيني تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله، ويا ريت تدعميني باللايك. هنبدأ يومنا كده. أنا ما باحبش أطوّل عليكم بصراحة في الفيديو بتاعي. ابتديت هنا دخلت بقى إيه، أعمل الفطار كده على طول. يعني أنا كنت عاملة حاجات من قبل كده، ولكن دخلت هنا صوّرت معاكم على الفطار على طول. طيب إيه اللي أنا كنت ماسكاها دي، كنت ماسكة مكرونة اسمها لازانيا، اللي هي الشرائح كده من المكرونة، شرايح كده بتبقى. دي بتتباع في أي سوبر ماركت، هتلاقيها في كل حتة. طيب أنا الوزن اللي معايا دي كانت 400 جرام، تمام. أنا قُلت مش هتكفّي صراحة، يعني قُلت هي مش هتعمل لي صينية لإن لقيت العلبة صغيّرة جدًا، تمام. قُلت خلاص هاعملها بقى إيه، وزي ما تكفّي تكفّي، لإني كده إيه، مش بناكل كتير يعني على الفطار، وكده الفطار بيزيد، تمام. ولكن الحمد لله لقيتها كفّت معايا، يعني ما شاء الله وزاد منها كمان. طيب أنا هنا هاحتاج معايا إيه، هاحتاج بشاميل. ما رضيتش طبعًا أعمله معاكم عشان ما أطوّلش عليكم. البشاميل طبعًا حوالي 3 معالق دقيق على حوالي رتل لبن، و3 معالق زبدة، تمام. والعصاج ده إحنا كنا عاملينه في التفريزات مع بعض وشايلاه في الفريزر متفرّز جاهز. نزّلته بس يسخن كده في الإيه، في الحلة كده بس ويفُك. هابتدي أرُش في الأول في قعر الصينية اللي معايا رشة بشاميل، وبعد كده هارُص عليها طبقة من المكرونة، وبعد كده رصة لحمة مفرومة، وبعد كده كبشتين كدهوّة هاوزّعهم من البشاميل. ولو عندِك جبنة حُطّي، ما عندكيش مش مشكلة خالص، دي اختياري. هابتدي نفس اللي أنا عملته في الخطوة الأولانية هاعمله تاني في الخطوة التانية. أحُط طبقة مكرونة وبعد كده رقة لحمة كده، يعني مش كتير أوي اللحمة يعني، لإن هي كده طبقات كتير، فيعني بيطلع طعم اللحمة كتير أوي فيها، تمام. وابتدي برضه إيه، أحُط رشّتين كده كبشتين كده إيه من البشاميل. خلّي البشاميل معاكِ خفيف، واللحمة المفرومة دي فيها صوص، يعني كنت حاطة لها معلقة صلصة وطماطميتين مبشورين ونُص كوباية مَيّة، لإن خدوا بالكم هنا المكرونة نيّة، فإحنا عايزين كل التكات اللي تطلّعها معايا مستوية وتبقى مضبوطة 10 على 10. ابتديت اللي أنا باكرّره ده أعمله تاني. خُدي بالِك بأكّد عليكِ لازم البشاميل يكون خفيف عشان هو ده اللي هيسوّي طبقات أو شرائح اللازانيا دي. إحنا بنحط المكرونة نيّة، تمام. بس كده ابتدت عملت معايا ما شاء الله حوالي 3 طبقات، وطلع سُمكها حلو أوي يعني. بس ابتديت بقى أحط كل مرّة مكرونة اللي هي الشرائح دي، بعد كده اللحمة المفرومة، بعد كده الجبنة، بعد كده البشاميل، وآخر طبقة من فوق خالص لازم أغطّيها كده إيه، كلّها بالبشاميل. عاوزة تحطّي بيض حطّي على الوش، عاوزة بيضاية كده أهو تضربيها بملح وفلفل حطّي، عاوزة تحطّي جبنة زي ما أنا هاعمل كده حطّي، عايزة ما تحطّيش حاجة خالص ما تحطّيش، عايزة تحطّي حتّة زبدة أو حتّة سمنة على الوش حطّي، كل الحاجات دي تنفع وكل الحاجات دي بدايل. أنتِ عندِك حاجة، أنا ما عنديش حاجة، كل دي بدايل وتنفع وبتحمّر الوش وبيطلع معايا جميل. بس هابتدي بقى أدخّلها على فرن درجة حرارة عالية، أنا مسخّنة الفرن على أعلى درجة حرارة، وبرضه هادخّلها تستوي على درجة حرارة عالية، تمام. هنا خلاص كنت حمّرت معايا بطاطس والمخلل ده اللي إحنا عاملينه من قبل رمضان مع بعض، وأهي اللازانيا كانت طلعت كمان من الفرن، وابتديت إن أنا أقطّعها كده إيه، في أطباق. بجد طلعت تحفة، يعني بجد يعني لو ما جرّبتهاش بجد فايتِك كتير جدًا. بجد طلعت وهم، جديدة وتغيير ومُشبعة جدًا. يعني الحتّة اللي قدّامِك لكل فرد دي في طبق، في اللي ما قدرش يكمّلها، مُشبعة جدًا بجد يعني. هنا بقى كان بعد الفطار خلاص ودخلت بقى إيه، قُلت برضه أشطّب المواعين كده، لإن أنا لو قعدت بعد الفطار باكسّل ومحتاجة حد يقوّمني.
قُلت لأ، أقوم أشجّع نفسي كده وأتسلى معاكم، أدّيكم power وتدّوني power، أدّيكم طاقة إيجابية كده ونشجّع بعض. يالّا قومي بقى كده وما تكسّليش، اذكري ربنا كتير، خلّي وقت المواعين ده كده مخصّص، اربطي المواعين باستغفارِك لربنا. يعني مش إن أنا باقلل من قيمة الاستغفار، لأ، لإن الوقت ده بتبقي واقفة ساكتة فيه، وبيبقى قدّامِك كَم يعني كبير من المواعين وكده. طيب بدل ما أنتِ تُقفي ساكتة، لأ، اقفي اذكري ربنا، استغفري ربنا، صلّي على سيدنا محمد، كل ده هيخلّيكِ تاخدي الأجر معاكِ مضاعف. وهتلاقي نفسِك خلّصتِ المواعين دي بُصّي، يعني من غير ما تحسّي كده وأنتِ واقفة كده وقاعدة تستغفري ودايمًا لسانِك كده بذكر ربنا، هتلاقي كل حاجة بقت معاكِ سهلة، بدل ما أنتِ واقفة مضغوطة وواقفة تعبانة وواقفة مش طايقة نفسِك لأ، هتحسّي كده براحة نفسية، هتحسّي إن كل حاجة بتتعمل معاكِ بمنتهى السلاسة. بجد اللي ما جرّبش الاستغفار ده بجد فايتِك كتير، اللي بيستغفر كتير وعارف الحاجات دي كتير وبيعملها في يومه وبيطبّقها كتير، عارف معنى يعني قد إيه هي راحة نفسية، قد إيه هي فعلًا غذاء للروح زي ما بيقولوا يعني، بجد يعني. بس هنا خلاص كنت شطّبت بقى المطبخ كمان، شُفتوا السرعة؟ أنتم شايفين السرعة؟ طبعًا أنا مسرّعة أنا مسرّعة عشان ما أطوّلش عليكم، شُفتوا السرعة؟ اليوم قال كلّه عدّى في كام دقيقة، لأ طبعًا ده اليوم كلّه ده يعني بيبقى ربنا يرحمنا يا رب ويعيننا جميعًا، الشغل ده ممكن بيبقى آخد منِّك اليوم كلّه، يعني أنتِ من فطار، بعد كده بتشطّبي المطبخ، بعد كده بترجعي تعملي حاجة حلوة، بعد كده بتدخلي للسحور. لأ، بياخد مننا وقت طبعًا ومجهود كبير. أنا هنا جِبت معايا ده، معايا نُص كيلو كنافة، بُصّوا اللي ما جرّبش كنافة الحلة دي بجد جميلة أوي، جميلة وسهلة وخفيفة ومش بتبقى مسكّرة أوي، باعرف أتحكّم في كمية السُكّر، لإني أنا من النوع اللي مش باحب الحاجة مسكّرة، فدي باعرف أتحكّم في كمية السُكّر معايا. أنا ابتديت كده أحمّر سخّنت الأول الحلة وابتديت إن أنا أحمّرها كده لحد ما لونها بيحمر، نزلت بس عليها بمعلقة سمنة بلدي كده، وابتديت إن أنا في آخر ما اتحمّرت وأخدت اللون الدهبي اللي أنا عايزاه، ابتديت أحُط لها مقدار كده من الشربات كده عشوائي، عايزة تزوّدي عايزة تنقّصي ده في إيدِك، عشان كده باقول لِك أنا عرفت أتحكّم فيها في مادة السيرب أو مادة الشربات قلّلت يعني. الكنافة دي بقى كمان بتبقى حلوة أوي، أوي، أوي باللبن، يعني بجد حلوة أوي، لإن هي كده بتبقى متحمّصة ومش شاربة سوايل، يعني كمية الشربات بتبقى قليّلة فيها، وبيبقى طعمها مش اللي هو المسكّر اللي هو يضايقِك ده لأ. دي بقى بتبقى حلوة أوي، أوي بجد في اللبن، يعني بجد الوصفة دي تحفة بجد. حُطّي بقى المكسرات اللي عندِك سوداني، عندِك زبيب، عندِك جوز هند، عندِك بندق، عندِك أي حاجة، ده كلّه في إيدِك، تمام؟ أنا الكنافة دي عملتها بعد صلاة التراويح، يعني بالليل بقى كده إيه في السهرة. طيب بعد كده طبعًا الموال نفس الموال اللي بيتعمل كل يوم، دخلت بقى إيه، أعمل السحور. أنا هنا كنت حمّرت بطاطس، قطّعت بطاطس كده ونقعتها شوية حلوين في مَيّة وخل، الخل طبعًا بيساعد عليها إن هي تطلع مقرمشة وتحفة معاكِ. بس حطيتها هنا تتحمّر على النار، وهنا معايا الطاسة دي حاطة فيها كدهوّة بصلاية تتشوّح لحد بس ما توصل للون الدهبي، وهاقول لِك هنعمل فيها إيه. وهنا معايا الفول، الفول ده أنا عاملاه في البيت برضه، ضربته في الخلاط كده لإني برضه هنعمله بطريقة جديدة، تمام. مش عارفة زوري قافل خالص، شكلي كده شكلي الله أعلم داخلة على دور برد، ربنا يستر. الأيام دي الجو شوية حَر وشوية ساقعة ما مش عارفين بجد، يعني بالليل بيبقى ساقعة جدًا، 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 بالنهار حَر وبابقى تعبانة بجد، لإن أنا كمان عندي التهاب في الجيوب الأنفية، فمش باستحمل خالص الحَر، يعني من أقل حاجة كده بييجي لي نزيف من مناخيري وكده، فربنا يرحمنا يا رب برحمته، والجو بقى يتضبط ويرسي على يستقر على يستقر على حاجة، لإن كده صعب علينا. بُص أنا زوري بيقفل فعلًا خالص. أنا هنا بقى ابتديت أحُط كده للفول، حطيت له ملح وكمون
وزيت وكده، وسخنته وعينته في طبق تاني، يعني شلته كده ايه حطيته في طبق تاني. تمام. انا هنا بقى خليكم مركزين معايا، الطاسه الكبيره اللي فيها البصله دي اول ما دبلت كده نزلت عليها بطماطميتين متقطعين صغنن جدا، يعني طماطميتين مبشورين بقى متقطعه صغير، انا دول مقطعاهم على ايدي كده ايه بالسكينه. وابتديت كمان اخرط عليهم كده ايه قرن فلفل حراق. بيدي الاكل طعم حلو يعني، بس ما يكونش حراق قوي، يعني عايزه تحطي فلفل بارد تحطيه، بس ده السبايسي بيخلي طعم الاكل حلو يعني. انا هنا معايا الطاسه الصغيره دي حطيت فيها كده معلقه زيت، وحطيت فيها معلقه توم، وابتديت ان انا اشوح التوم معايا كده. وهبتدي انزل عليه بشويه خل. تمام. آه بجد اللي ما جربش الفول بالطريقة دي، الفول بالطريقة دي تحفة والله، بجد تحفة تحفة تحفة، وبيودي طعم الفول في حتة تانية خالص. الفول بالخل والثوم جميل جدا، يعني من الوصفات الحلوة قوي. هنا بقى ابتديت انزل بالفول اللي انا طبعا كنت خلاص عامله له التحديقه بتاعته وملح وكمون وزيت وكل حاجه. هبتدي بس في اخر حاجه كده اهو اعصر عليه الليمون، وانا خلاص هشيله من على النار لان الليمون ما بيستحملش درجه الحراره. تمام. انا بس هنا جبت البطاطس كده عشان اعرف اطلعها معاكم لاني بعيدة عليا لجوه، فجبتها ايه قربتها ونقلت يعني، نقلت. هنا بس خلاص هعصر الليمون وهرفع الفول خلاص على طول من على النار. الفول ده بجد الطبق الفول ده لوحده كده بس خلاص ده سحور. بس هنا ابتديت بقى احضر كده فول وبطاطس وهعمل بقى طبق التقلية ده هعمله بالبيض. بجد يعني بيبقى سحور جميل جدا ومشبع جدا. وعندك بقى جبنة حطي، عندك زيتون حطي وكده، والحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. بس كده كنت خلاص بقى البطاطس اتقرمشت معايا. البطاطس من عوامل ان هي تطلع برضو مقرمشة معاكي انك تسيبيها شوية حلوين في مية وخل. ما انا مش بحط ملح، في مية وخل بس. هنا بقى ابتديت اضرب البيض كده. دول بيضتين بس، يعني ممكن كنت محتاجة 3 بيضات ولكن كان البيض خلص من عندي، فقلت مش مشكلة. كده كده طعم التقلية دي هيبقى فيه جميل. وابتديت احط برضو رشة جبنة كده على الوش. وخلاص كده الحمد لله كان يومنا خلص وسحورنا خلص. يا ريت بقى تحطي لي لايك وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.